كنت رايح المكان دوت اتبسط، بس للاسف لما رحت زعلت جدا، ومش هزعلكم معايا في اول الفيديو واقول لكم في الاخر ايه اللي حصل. وتعالوا نبدا من البدايه. لما خلصت شغل الساعه 3 قبل الفجر، وقررت ان انا اروح الجيزه عشان اكل احلى طبق كسكسي. وصلت الساعه 4 وربع صليت الفجر وطلعت على الكسكسي السني. ومش هقول لك ان السني علم من اعلام مصر في الكسكسي، لا ده هو واحد من اشهر الناس اللي بتعمل كسكسي في الوطن العربي، وبدا الحكايه من سنه 1959. واول ما توصل عند الكسكسي السني هتلاقي الناس قاعده وبتاكل ومبسوطه، وهتلاقي عليه بسم الله ما شاء الله وزحمه وشكل الحاجه يفتح النفس جدا. مفيش احسن من فطار بعد الفجر، وفعلا الصبح اذا تنفس وبتبقى الاجواء جميله جدا. وانا رحت بقى وطلبت طلب معتاد، طبق كسكسي كده من ايد عم محمد الجميل بالسمنه البلدي وشويه اللبن البلدي اللي يفتحوا النفس. وبرغم من انه طبق بسيط ومكوناته بسيطه، بس فعلا الاكل نفس، والناس ديت نفسها جميل. وهنا بقى بدات الصدمه بالنسبه لي، واللي خلتني مروح زعلان جدا. لما سالتهم على عم ناجي عشان اقعد معاه ودردش معاه شويه، قالوا لي الله يرحمه. السمنة البلدي والحليب والحاجة الحلوة والناس الطيبين. عم ناجي الله يرحمه بدأ مشروعه في المكان دوت في أواخر الستينات، تحديدا كده سنة 1959. عم ناجي كان بيحب شغله جدا، وكان بيتقي ربنا في الناس، وبيقدم حاجة نظيفة، عشان كده كل الناس تشهد له بصراحة، والناس كلها بتحبه، فالله يرحمه. واللي نجح كسكسي السني ان هما ما بيشغلوش معاهم اي حد غريب، العيلة كلها شغالة. يعني هتلاقي الاخ واخوه واقفين في ظهر بعض، وواقفين بيشتغلوا بيقدموا حاجة محترمة. وفي نهاية الفيديو حابب اقول لكم ان دوت احسن طبق كسكسي بروح له محافظة تانية، ويا ريت بقى ندعي لامواتنا واموات المسلمين ربنا يرحمهم يا رب.